السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكنافة من غير فرن. هنعملها ان شاء الله في الطاسة على البوتاجاز، سهلة وسريعة وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها، ده شكلها معانا. ان شاء الله باذن الله مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وهتنجح معاكي وهتبقى جميله جدا ان شاء الله. ارجو الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. يلا بينا مع بعض على الطريقه. ده حوالي ربع كيلو كنافه كانت في الفريزر، طلعتها فركتها كده، وحطيت عليها شويه سكر بودره، شويه فانيليا، تمام. وهنحط حوالي ربع، يعني معلقة سمنة بلدي، خلاص ربع كوباية سمنة بلدي سايحة، خلاص، ومعلقتين سكر بودرة ورشة فانيليا، بس كده. طبعا احنا عملناه كتير، وبكتر ما عملناه خلاص عرفنا الطريقة. هفركهم كده مع بعض لحد ما خلاص تتشبع تماما بالسكر والفانيليا، وهاجي افردها كده في الطاسة. خلاص بقت مرطبة جدا من السمنة البلدي طبعا. احلى حاجة يتعمل بها الكنافة. هضغطها كده بطبق او بصينيه او باي حاجه، وبعدين الحشوه بقى زي ما انت عايزه، سوداني، جوز هند، مكسرات، بندق. انا هحط كده ميكس، خلاص بالشكل ده في النص. اهم حاجه اضغطها كويس، وبعدين احط الطبقه التانية بالشكل ده، افردها. كل ده مش هياخد وقت خالص، موضوع سهل طبعا. في طاسه، في صينيه، اي حاجه. ضغطتها كويس جدا اهو. هحطها على البوتاجاز بقى، وافضل الف فيها كده بالشكل ده طول ما انا واقفه، علشان خاطر ايه ما تحمرش من النص والجناب تفضل ايه بيضه، لا كله يبقى ياخد لون واحد. اهو هزيتها كده تمام اهي، وحروفها بانت ان هي احمرت. هجيب بقى طبق وهقلبها على الجنب التاني. بس هاي الفرافيت والحاجات اللي بتبقى موجوده دي عشان ما تتحرقش هشيلها، وهحطها كده على الجنب التاني بمنتهى السهوله. اسويها كده من الحروف، وبرضو هفضل الف فيها، بس المره دي بقى ممكن الفها بايدي عادي مفيش مشكله، لان ايه الجزء الفوقاني خلاص استوى. الفها بايدي كده، سهله جدا وما بتاخدش اي وقت. طبعا الشربات التقيل بتاعي جاهز، او عسل نحل للناس اللي هم مش بيحبوا يحلوا بال اللي عاملين رجيم ولا حاجه. بتحلي بالشكل ده على طول بعد ما تطلع من على النار. والتزيين بقى براحتك، تزينها بمكسرات. انا هزينها ببندق كده مجروش، بيدي طعم حلو قوي، بيبقى حلو جدا مع الكنافه. وشربات طبعا تسقيها كويس. ولو عايزه الكنافه تبقى طريه، قلنا الشربات ما يبقاش تقيل جامد. الشربات طبعا هحطلكوا اللينك بتاعه، وهحطلكوا طرق الكنافه اللي عملتها قبل كده معاكم، تمام، بالقشطه وبالمانجا وبالنوتيلا وكل الانواع اللي احنا عملناها مع بعض. هحطها لكم في صندوق الوصف، هحطلكوا شربات وكل الطرق اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض. ويا رب تكون عجبتكم، وبألف هنا وبألف شفا. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.